هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي ما يعرفنيش، انا اسمي ساره البرادعي، والنهارده هتكون اخبار سريعه عن المسلسلات التركيه. اول خبر معانا هو وقوف 3 مسلسلات تركيه. اول واحد هو حب ودموع بطوله باريش وهاندا ارشل، والحلقه الاخيره كانت الحلقه السابعه. ومسلسل غريب في المرآة وقف برضو عند الحلقه السابعه من بطوله سيماي وأونور وجانير. وكمان مسلسل انا امها وقف عند الحلقه الرابعه، والمسلسل من بطوله جانير وفوندا. ال3 مسلسلات دول مقتبسين من 3 مسلسلات كوريه. هو ملكه الدموع اللي اتعمل منه حب ودموع، ومسلسل كذبه بعد كذبه اتعمل منه انا امها، ومسلسل حب في الحزن وده اللي اتعمل منه مسلسل غريب في المرآة. الخبر التاني هو ان مراي دينار اتفقت على مسلسلين، واحد هيكون على منصة رقمية والتاني هيكون على شاشة التلفزيون. الممثل قلب نفروز في مفاوضات ل3 مسلسلات، 2 ما تعلنوش هما ايه، والتالت اسمه العروسة الأجنبية لليار لقناة ATV، مع العلم ان سيلا ترك اوغلو اتعرض عليها دور البطولة في المسلسل ورفضت الدور. الممثل جيهان المعروف بدور أورجان في مسلسل إخوتي انضم لمسلسل صمود، وهيكون الأخ غير شقيق للممثلة شفا نور. والمسلسل بيتكلم عن التحول الكبير اللي بتعيشه ميليسا اللي هي عاملة دورها شفا نور، وهي بتبحث عن جذورها هتكتشف إن والدها الحقيقي هو طبيب فلسطيني. وبالنسبة لجيهان هو هيسلط الضوء على الشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية اللي بتحصل في فلسطين. المسلسل هيتعرض على منصة رقمية، قصة جديدة في تركيا ومختلفة ومتحمسة ليه قوي. تصوير مسلسل مهدي المنتظر من بطولة يزجي والبران هيتصور الأسبوع الجاي في مدينة أورفا. انطلق تصوير المسلسل التركي أنت من أحببت من بطولة هيلين وأيتاش، وبقية النجوم هحط لكم صورهم هنا. المسلسل بدأوا تصوير فيه وهيتعرض على قناة ستار. فيلم عالمين وأمنية من بطولة هاندا أرتشيل وماتين هيتعرض يوم 29 نوفمبر لصالح منصة أمازون برايم. مفاوضات مع الممثل يغيث للانضمام إلى مسلسل الطبيب بجانب إبراهيم، وكمان مفاوضات مع شكران عشان تمثل دور مرات إبراهيم، وكمان المسلسل من بطولة إلينا بوز وبرتان وكمان أيلول. اتأجل حفل الفراشة الذهبية، فهو كل سنة بيتعرض في شهر ديسمبر، بس المرة دي ما تحددش لسه هيتعمل امتى. ترتيب المسلسلات على منصة شاهد من حيث المشاهدة: فجات المدينة البعيدة في المركز الثاني، وحب ودموع رقم 3، وعينك كالبحر الأسود رقم 5، والحسد جاء رقم 6، والمتوحش رقم 10. للأسف في مسلسل الجديد الأراضي الخصبة من بطولة إنجن ويغيث نسبة المشاهدة بتاعته قليلة جدا وفي خطر التوقيف، وكمان مسلسل الخفقان نفس الوضع، نسبة مشاهدته قلت خالص عن الأول، فالمسلسلين حاسة إن هم هيتوقفوا قريب للأسف. أبطال مسلسل المدينة البعيدة أوزان وسينام هيعملوا فيلم عن السياحة في تركيا، والفيلم ده هيكون من إخراج المخرجة اللي أنا بحبها قوي هلال سيرال. الفيلم اتعمل قبل كده من بطولة إنجن وأفرا، واتعمل قبل كده برضو مع كان ومريم، والمرة دي هيتعمل بأوزان وسينام. المسلسلات الأكثر شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع اللي فات في تركيا جاء رقم 1 المدينة البعيدة، ورقم 2 الخليفة، ورقم 3 هذا البحر سوف يفيض، ورقم 4 ولي العهد، ورقم 5 حلم أشرف. مفاوضات مع الممثلة سمية أدوغان للانضمام لمسلسل تحت الأرض، وهتكون البطلة الثانية في العمل. علاقة حب تجمع بين الممثلة جيمري بايسال ومتسابق السيارات جيم باشي بعد ظهورهم الاثنين في مكان سوا، والاثنين تابعوا بعض على الانستجرام. الممثلة سيلا ترك أوغلو خلصت تصوير مشاهدها وهتنفصل الحلقة الجاية من المسلسل. اتأكد تصوير الموسم الثاني من مسلسل طيف اسطنبول، وهيكون من 4 حلقات لصالح منصة نتفليكس. طبعا انتوا عارفين ان مسلسل هذا البحر سوف يفيض لما نزل الاعلان الترويجي الاول للمسلسل، الناس كتير انتقدوا المسلسل وهاجموه قبل ما تتعرض الحلقة، وبهار شاهين كانت من ضمن الممثلين اللي كانوا عاملين لايك للانتقادات دي، كانت منزلة الستوري دي وبتقول ان المسلسل جميل قوي، وان الممثلة آفا موهوبة جدا ومش بتمل ابدا من مشاهدتها. ونزلت الستوري التانية دي عن اعلان الحلقة الجاية، وبتقول ايه اول ما اتفرجت على المسلسل قالت كل حاجة هتتكشف في الحلقة الأخيرة. بعدها قالت ان القصة بتمشي بشكل سريع والمسلسل جميل، وانها مش قادرة تستنى اليوم الجمعة عشان تعرف ايه اللي هيحصل. ودي أفرا سرتاش أغلو من كواليس تصوير مسلسل العائلة هي الامتحان، زي القمر زي ما انتوا شايفين، بس برضو انا مش مقتنعة خالص بثنائيتها مع كنان. وده كنان من كواليس تصوير نفس المسلسل.
ودي روشبين وطاروا من كواليس تصوير فيلم سلطان، وده ونور وداليا ومينا من تصوير فيلمهم منزل صيفي. وبس كده، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.